مرة أخرى مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من هذه الحلقة من برنامج حلقة خاصة، كما نرحب بضيفنا مرة أخرى معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي. دكتور، في الجزء الأخير خصصناه المواطن وما لمسه المواطن من هذه الجهود التي بذلت على مدى السنوات الماضية في تحقيق واقع صحي قد يصل إلى مستوى طموح معين لدى المواطن العراقي. برأيه هل المواطن لمس هذه الحقائق وواقع ذلك الجهد؟ بالأرقام أتحدث، لدينا 70 مليون زيارة للمؤسسات الصحية عام 2009. لكل مواطن عراقي 1.7 زيارة. يعني كل مواطن عراقي زار مؤسساتنا الصحية تقريبا مرتين. معناته لو لم تكن لديك الثقة بهذه المؤسسات راح تتقطع فعلا. هذا قد يكون العمل المادي دكتور 1.7 يعني مو معدل زيارتين. يعني هذا معدل زيارتين معناته انه نسبة كبرى من الناس يعني هسه ما اقول قانعين 100 بس على الاقل راضين الحد الادنى. اكثر من 1,000,000 عملية، 3700 عملية قلب مفتوح، اكثر من 1,100,000 ولادة بمؤسساتنا الصحية، 62 عملية زرع كلها فقط في مؤسسة مدينة الطب. ولو عدد لك الارقام لك هذه تدل على انه اكو نظام صحي في البلد بدأ يحصل على ثقة المواطن. بدأ يحصل على ثقة المواطن بدأ يثق بالمؤسسات الصحية. ولا 3700 عملية قلب مفتوح، تعرف احنا بالعراق اكو ناس يبيع بيته ويروح يسوي عملية بالهند، يبيع بيته. الآن بدأ الوضع يتغير. طبعا يقول لي طموحاتك دكتور، اقول لك لا والله طموحاتي اكبر. هذا هو السؤال. طموحاتي اكبر بالتأكيد. بالتأكيد احنا عندنا برنامج صحي نريد نصل الى طب الأسرة وطب العائلة، نخلي يكون طبيب في كل مركز صحي مسؤول على عدد من العوائل. مع واقع الحال طموحات وزارة الصحة، طموحات الدكتور صالح الحسناوي، أو مدى قناعة معالي السيد الوزير في الواقع الصحي في العراق بغض النظر عن المشاكل والمعوقات. دكتور تحدثنا كثيرا عن المعوقات، يعني تقييمه في الواقع الصحي بشكل عام في العراق الآن مقارنة بالماضي والآن مقارنة بالطموحات. الآن مقارنة بالماضي والآن مقارنة بالطموحات. طبعا مقارنة بالماضي بالتأكيد أكو فرق كبير. في عام 2003 كان لدينا بحدود 300 مركز صحي رئيسي فقط. الآن بحدود 1000. فمعناته أنت كنت تخدم، يعني إذا أخذنا لكل مركز صحي 30,000 مواطن تخدم، الآن تخدم 3 أضعافهم 4 أضعافهم. تجي توسع مراكز صحية ريفية، مراكز صحية فرعية، مستشفياتنا، أدويتنا إلى آخره. فإذا مقارنة بالماضي وبالأرقام الكوليرا والملاريا وإلى آخره، مقارنة بالأرقام أكو تحسن من وضع الصحي. لكن احنا نريد نصل إلى نسبة وفيات مقارنة بالدول العالمية ما أقول متقدمة المتوسطة. نريد نصل نسبة وفيات أطفال، رضع، نساء حوامل، في وفيات العاملة. ما زال العمل جاري. طبعا ما زال العمل جاري عليه. التدرج والسيطرة على التدرج. الآن عندنا مشكلة بالبلد التهاب الكبد الفيروسي، مو كلها تحسن. لا بالتأكيد الأمراض تطلع، الواقع الصحي يتغير، المشاكل الصحية تتغير. لذلك تشوف ماكو نظام صحي بالعالم مواطنين تلك الدولة مقتنعين به. يومين تطلع مشكلة صحية جديدة، فلازم يكون نظام مطواع، أي نتطوع بسرعة مع المشاكل الصحية. فباعتقادي احنا والآن عاملين عليها بمخطط شمسية وخطط طويلة في المدى أن نصل لنسبة وفيات مقبولة للأطفال، للرضع، بناء عليها مثلا من دراستنا من السنوات السابقة لوفيات الأطفال شفنا الإسهال، ذات الرئة أكثر سببين للوفاة عند الأطفال. دخلنا لقاح، وإن شاء الله بالعام القادم 2011 نبدأ نشتغل عليه إنه هو لقاح جديد للإسهال ولذات الرئة، وكذلك حتى الاستحياء عند الأطفال. هذه معناتها راح نقلل نسبة وفيات الأطفال. فإذا لدينا معلومات. طبعا بالمناسبة نظام المعلومات كان في وزارة الصحة متأخر جدا، الآن مقبول، مو جيد، مقبول، نعمله نتحول إلى متوسط ومن ثم جيد. وهذا التغيير السنوي ما كان يصدر سابقا. الآن يحصل كثير من الأمور والأمراض وأعداد الأطباء والممرضين وإلى آخره. فنعتقد إحنا سائرين بالطريق، نحتاج سنوات. طبعا ما ممكن أن تتطور الصحة إلا بمشاركة القطاعات الأخرى وبمشاركة المواطن. وأطلقنا قبل عدة أيام في مؤتمر طب الأسرة مبادرة المسؤولية الذاتية للصحة. المسؤولية الذاتية للصحة، وشوية طورناها المسؤولية العائلية. كل مواطن مسؤول عن صحته، عليه أن يتبع الإرشادات الصحية. الإرشادات الصحية مو صعبة، غسل اليدين مو صعب، الاستحمام مو صعب، طريقة تنظيف
اليدين بعد الخروج من المرافقة الصحية مو صعبة، قص الأظافر مو صعب، الحلاقة مو صعبة، هذه كلها في بساطتها هذه لو اتبعنا بها الضوابط الصحية احنا نقلل من نسبة الأمراض، بالتالي نقلل من نسبة الصرف الصحي، الأموال الصحية. كذلك نوعية الغذاء، الرياضة، ممارسة الرياضة مو إلا أركضان، ممارسة الأعمال اليومية البسيطة. احنا يعني هل من جنابك إنه نسبة السمنة عندنا بالعراق عالية؟ تقول لا، وين لا عندنا نسبة السمنة عالية، معناتها يجب أن نغير نظام عملنا اليومي. هذه كلها مسؤولية ذاتية للمواطن. لو قدرنا أن نطلق هذا الشعار اطلقنا احنا الحقيقة على نطاق ضيق، لكن نحتاج سنوات حتى نعممه. المسؤولية العائلية للصحة، الطفل مو مسؤول على صحته، أبوه وأمه. وبقانون الصحة العامة الساري المفعول حاليا الآباء مسائلين. إذا طفل ما يسمع والأب ما يودي إلى استشارة صحية، الوالد مسؤول قانونا. هذه إذا أطلقناها أنا باعتقاد النظام الصحي بالعراق يتغير كثيرا إن شاء الله. دكتور، فقرة أخيرة لو سمحت باختصار، أن توجد لنا القول في مجمل عملية ما يسمى الأمراض المستعصية وإرسالها للخارج. هسه عندنا أمراض مستعصية، الوزارة خصصت ميزانية وخصصت بعثات إلى الخارج، هذه من جهة ثانية إشكال يطرح، يقال هذه العملة الصعبة من ممكن أن نستثمرها داخل البلد، نوفر الإمكانات والطاقات العراقية موجودة، العقول العراقية موجودة، هاجرت للخارج. من جانب آخر قد ظهر هذا الحديث، يقولون أن هناك مساهمة في اختيار الأشخاص وإرسالهم إلى الخارج. بشكل عام هذه المشكلة دكتور تجني إياها باختصار. أولا في كل دول العالم، ولا أنا يوميا أطالع أخبار الجوجل على الصحة بالعالم، مثل البارحة بالكويت إنه يغيرون مفهوم السياحة الصحية إلى مفهوم فقط المرضى اللي يحتاجون علاج خارج الكويت. في كل دول العالم بالإمارات وغيرها هناك يكون خارج البلد، بالسعودية، في مصر تعرف هذه المشكلة اللي أثيرت حول علاج النواب والمسؤولين على نفقة الدولة. ففي كل دول العالم أكو مرضى يطلعون خارج البلد يتعالجون، سواء كانوا عن طريق الدولة أو عن طريق نفسهم الخاص. احنا نجي العراق اكو مفهوم سائد بالعراق، هو مفهوم غير صحيح. الناس يعتقدون كل مرض لازم يطيب، كل مرض لازم يشفى. الأمراض لا يرجى شفاءها، فأولا كل مرض لا يرجى شفاء احنا ننزل خارج العراق. طبعا هذا قرار طبي، سواء كانت أمراض الشلل، كانت الأمراض العقلية مثلا، أمراض الشلل، أمراض الدماغ، الأمراض الولادية مثلا اللي هو التخلف العقلي، هذه أمراض لا يرجى شفاءها. الأمراض الباطنية التي تعالج لكنه ما تطيب، يعني مثلا السكر، ماكو واحد يترك الدواء يقدر يعيش، السكر يعالج يسيطر عليه لكن ما يشفى. احنا وين توجهنا وزارة الصحة؟ ننزل المرضى اللي نعتقد التداخل الجراحي سوف يساهم في تحسين نوعية الحياة ويحقق نسبة شفاء أكثر من 50%. مثلا الأطفال المصابين بأمراض القلب الولادية، مثل رباعية فالوت، بعض الأمراض ترانسبوزيشن أوف الفزل، يعني تعاكس الأوردة والشرايين إلى آخر. هذه الأمراض دول ندسوا إلى خارج العراق، دول نسبة شفائهم عالية وتحسن نوعية الحياة عالية. بعض أمراض العين اللي تسبب العمى اللي ما ممكن إجراءها داخل العراق، وخاصة الأطفال دول ندسوا خارج العراق. قوقعة مثلا الإذن بعد منزل، كانوا إخواننا هنا يسووها زملائنا. تبديل المفاصل بعد منزل كانوا يسووها هنا. بعض أمراض العين ما قلنا ندزها تصير هنا، زراعة القرنية وغيرها تصير داخل العراق. فإحنا بادين وبتدريب أطبائنا على الأمراض، على علاج الأمراض التي لا يمكن إجراءها داخل العراق، بادين بالتدريب. وحتى في أمراض القلب الآن بدينا، راحوا شباب إلى فرنسا وقبل فترة جاء الفريق الفرنسي وياهم ويمارسون الآن في ابن البيطار علاج لبعض الأمراض. فبادي لكن مو كلها نقدر عليها. يعني عذرا عن المقاطعة، حضرتك قلت تسجيل مفصل وقوقعة الأذن، بدينا نجريها لهذه العمليات داخل العراق، لكن نسمع أخبار عن نسبة ضمان الطبيب العراقي التي يعطيها للمريض أقل من نسبة ضمان الطبيب التي يعطيها في الخارج. هذا الموضوع بشكل عام كيف يمكن أن تفسره وإلى ماذا تعزو؟ ماكو ضمان. نعم، ضمان بالطب ماكو. اليوم كل تداخل له مضاعفات، وهذه المضاعفات موجودة في كل الكتب الطبية والقواميس الطبية والقوانين الطبية.
فلا يمكن أن تتدارك بعض المضاعفات، والمضاعفات أنواع، مضاعفات آنية، مضاعفات متوسطة، مضاعفات متأخرة. لكن نقول لي نسبة نجاح العمليات، راح أقول لك إيش. تقول لي نسبة نجاح العمليات اللي يجريها الطبيب العراقي أقل من اللي يجريها الطبيب الأجنبي، إذا صار الموضوع شيء آخر. لا مو هالشكل. بالمفاصل عندنا نسبة نجاح ممتازة جدا، ونسبة الفشل مقبولة عالميا. عندنا بزراعة القوقعة صارت عندنا بعض المشاكل، نعم الآن الوضع أحسن بكثير. وتعرف جنابك زراعة القوقعة هي مو صعوبتها في زراعة القوقعة، بل بالبرنامج التدريبي للطفل على النطق الآن أحسن. صار عندنا مركز في مدينة الطيب، مركز في كربلاء لتدريب الأطفال على النطق. في زراعة القرنية بالعين ممتازة جدا النتائج. طبعا المضاعفات تحدث سواء كانت داخل العراق أو خارج العراق. احنا زين أطفال توفوا في أحسن المراكز بالعالم. مثلا نسبة عمليات القلب المعقدة بها نسبة وفاة عالميا مقبولة. تبقى رؤية المواطن. كثير من المواطنين يعتقد أن كل عملية لازم تنجح، مثل ما قلت كل مرض لازم يشفى. إذن بحاجة إلى ثقافة صحية. هذه النقطة الأولى في تطوير النظام الصحي في العراق، التعليم الصحي والثقافة المجتمعية. تفضل عن الثقافة الصحية برأيك، ونستمع الحديث وياك، كان حديث شيق ولطيف. لي كلمة موجزة توجهها للمواطن العراقي. والله الصحة هي مسؤولية المواطن أولا. الدولة تكفل للمواطن مراجعة كافة المؤسسات الصحية، وهذه موجودة بدستورنا. والعاملين بالمؤسسات الصحية ملزمين ببذل أقصى جهد حسب القسم الطبي وحسب الالتزامات الأخلاقية والدينية والوطنية. لكنه أنا باعتقادي المواطن مسؤول أولا عن صحته، مراقبة صحته، ممارسة الأنماط الصحيحة للحياة، الابتعاد عن التدخين والأمور الأخرى المضرة وإلى آخره. وأعتقد مسؤولية المواطن الصحية اليوم يجب أن نبدأ بها كلنا، وعن طريق الإعلام أنه كل مواطن مسؤول عن صحته. يعني مواطن يدخل 40-50 جدارة اليوم بالنتيجة راح يصير عنده سرطان برئ. من المسؤول؟ أنا أعطيه نصيحة، بس يجب أن يكون مسؤول أيضا بالتعاون مع النصيحة. فأوجد الكلام بالمسؤولية الذاتية للصحة، لأن الوقاية خير من العلاج. ونرفع شعار بالعراق الوقاية والوقاية والوقاية ثم بعد ذلك العلاج. أوجزتم فأحسنتم. شكرا جزيلا لكم معالي الوزير على إتاحة الفرصة لنا باللقاء به. أنا جدا مسرور. سعد صدرك على مختلف الأسئلة. شكرا جزيلا والله يحفظكم. الله يبارك. مشاهدينا الكرام، كل ختام لا يسعنا إلا أن نشكر حسن متابعتكم على أمل اللقاء بكم في حلقات مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وزارة البركة.